جماهير ريال مدريد لا تقدر صفقة زوبيميندي. هناك تقارير تتحدث عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مارتن زوبيميندي مقابل 70 مليون يورو، بينما قد يطلب أرسنال 90 مليونا للتخلي عن اللاعب. والغريب أن البعض يرى أن زوبيميندي ليس بالصفقة السوبر، لكن دعوني أقول لكم شيئا. ريال مدريد يحتاج إلى لاعب ارتكاز حقيقي، لاعب يستلم الكرة تحت الضغط، ينظم اللعب، ويعرف كيف يفرض إيقاعه على المباراة. وهنا يأتي زوبيميندي. هذا اللاعب تألق بشكل لافت مع ريال سوسيداد، وكان مطلوبا من برشلونة لخلافة بوسكيتس. أما تراجع مستواه في أرسنال فلا تنسوا أنه خاض عددا هائلا من المباريات تحت ضغط متواصل، لذلك لا تحكموا على زوبيميندي من فترة واحدة. إذا عاد إلى أفضل مستوياته في ريال مدريد فقد يحصل الفريق أخيرا على لاعب يفتقده خط الوسط من فترة طويلة. وأخيرا، صفقة زوبيميندي ليست بالصفقة العادية، قد تكون صفقة سوبر.